سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبالنسبة لي المحظور هو أن تدعي أحقية ما ليس لك به حق، ولذلك أنا لا يحق لي أن أقول أن هذا الفيديو مهم ويحمل رسالة مهمة والمفروض أن يراه أكبر عدد من الناس، ولكن كل ما أرجوه أن يوفق أبنائي وأحبائي ومن لهم علاقة شخصية معي أن يروا هذا الفيديو ويستمعوا له حتى النهاية لعلهم يشعرون بألم يعصرني، وأنا أرى الجميع عاجز وغير قادر على أن يفي بأبسط احتياجات أبنائه المادية والروحية، وأننا كلما فهمنا شيئا عما يدور حولنا ازددنا بهذا الفهم غموضا وإبهاما وجهل، وكأننا نناطح الصخر. وأبدأ الحكاية معكم بحكاية قد يظن البعض أنها طرفة أو نكتة، ولكنها حدثت بالفعل. فقد حكى لي صديق أن إمام المسجد الذي يصلي فيه بيطول شوية في خطبة الجمعة، وفي يوم الجمعة عندما وقف الإمام استعدادا لصعود المنبر شده أحد المصلين من طرف جلبابه وقال له: يا فضيلة الشيخ، لو عندك كلام من قبل أن يخلق آدم احكيه، لأن كل ما حدث منذ خلق آدم على هذه الأرض وحتى الآن نحن نعلمه، والحلال بين والحرام بين، فبلاش نزيد ونعيد في كلام احنا فاهمين هو بيتقال ليه. وأنا مع هذه الأحداث وجدت نفسي مجذوب إلى زاوية من زوايا الهجمات الشرسة التي تشن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وتحديدا على كتاب البخاري. وحتى لا يكون من يشاهد هذا الفيديو ولا يعرفني معرفة شخصية في ريبة من أمري، أنا من أشد أنصار تحكيم العقل في كل أمر، ومن أشد الرافضين لأي شيء لا يقبله العقل، ولكن احترامي لعقلي لا يقودني لسذاجة تجعلني أنكر أن هناك أيادي خفية تسعى أن يكون هناك صراع فكري جدلي لا جدوى منه داخل الأقطار الإسلامية. وقد أفلح أعداء الإسلام في تجنيد من يتفننون في صناعة الكلام لأداء هذه المهام، وساعدهم في ذلك كثرة وسائل الإعلام. وأنا قبل خروجي للمعاش شعرت بهذا مع الطلاب، ولكني في هذه الفترة لم أكن على صلة من قريب أو بعيد بما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بعد احتكاكي بهذه الوسائل أدركت سبب الفظاظة التي كان يتحاور بها الطلبة. فأنا قبل خروجي للمعاش بأيام سألتني إحدى الطالبات وقالت لي: يا أستاذ، هو صحيح أن رسولنا الكريم العظيم سيدنا محمد تزوج من السيدة عائشة وهي في سن 9 من عمرها؟ وقالت هذا الكلام بطريقة كأنها تستنكر أن يكون هذا الرسول عظيم وكريم، ومع ذلك أجبتها دون أن أنهرها وقلت لها: نعم، حسب الروايات هذا حدث. فقالت لي: وهل يصح هذا الفعل من نبي؟ فقلت لها: هذا الفعل لا يصح إلا لنبي. وأنا شخصيا أحد قناعاتي بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة زواجه من السيدة عائشة. ثم سألتها سؤال وقلت لها: لو أنك أنت مكان السيدة عائشة ماذا كنت ستفعلين؟ فقالت لي: كنت ههرب. فقلت لها: لا، بل كنت هتعيطي وتبكي وتقولي: هاتولي ماما، أنا عاوزة ماما. صحيح ما أقول ولا أنا غلطان؟ فقالت لي: نعم، هو صحيح. فقلت لها: ولكن السيدة عائشة لم تفعل شيئا من هذا، وهذا إن دل إنما يدل على عظمة وكرم وبشاشة وحلم هذا الزوج. ويا بنيتي، محمد هذا الذي نتحدث عنه إنما هو رسول الله حمله الله برسالة، ولهذه الرسالة غايات، والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحقق غاية في شيء ما فإنه لا يميل بعاطفة البشر نحو أمر ما. ثم سألتها: هل تعرفين شيئا عن محار اللؤلؤ؟ فقالت لي: نعم.
فقلت لها: هذا المحار ينتج جوهرة، وحتى ينتج هذه الجوهرة لابد أن يحدث به خلل، وإن كنت أنت أو غيرك من الناس يرى في هذا الزواج خلل، فإنما أنا أرى هذا الخلل هو الذي أنتج جوهرة في الإسلام. وهناك روايات أن السيدة عائشة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر من هذا السن بكثير، فقالت لي: هذا يعني أن الروايات لم تنقل بصدق وأمانة كافية. وكنت أستغرب من هذه الفتاة هذا الأسلوب في الحديث، لأن هذه الفتاة لا تهتم إلا بالزينة والمكياج وما شابه ذلك، وفي هذه الأيام ما أكثر هذه النوعية من الفتيات داخل المدارس. ولكن بعدما رأيت كما هائل من الهجمات الشرسة التي تشن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قنوات السوشيال ميديا، أصبحت لا أستغرب هذه الأسئلة وهذه الحوارات من مثل هؤلاء الطلاب. وإلى من يتحاملون على كتب التراث أقول لهم: أنا معكم. هذه الكتب تحمل كثيرا من الأقوال التي لا يقبلها العقل، ولكن العقل والعلم والتجربة في هذه الحياة تجعلنا نرفض مبدأ التعميم في أي أمر. فالعقل مهمته الترشيح والفصل والتقييم لكل أمر يحدث في هذه الحياة، ومبدأ التعميم ليس من العقل في شيء. ويا من تدعون أنكم تحاربون الجهل والتخلف عن العصر، فهل حرق كتب التراث هو الحل؟ أم أنتم لكم مآرب أخرى لا يعلمها إلا الله؟ وما أتعسنا إذا لم ننتبه لذلك ونكون على دراية بنوايا كل من خطر على باله استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء للشهرة أو جمع المال أو إرضاء فصيل معين من الناس، وهو يظن أنه يطوي مسافات التخلف والتأخر عن ركب الحضارة، ويدعي أنه مجدد، ويتهم الآخرين بأنهم يقولون قول الكافرين: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء آباؤهم كفار لا يعلمون ولا يعقلون. ولكن سيدنا يوسف قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني التبعية ليست عيب في كل الحالات. ولو تأملنا وتدبرنا الآية كما تدعون أنكم تتدبرون القرآن، لوجدنا أن نبي الله يوسف قال: واتبعت ملة آبائي، جابهم بالعكس: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإن كان في ذلك دلالة من وجهة نظري أنه يدل على أن الأبعد أصوب من الأقرب. وفي كل أمور الحياة نحن نرى أن الأشياء القديمة سواء فنون أو كلام أو تاريخ أو أي حاجة حصلت زمان أصدق وأفضل من هذه الأيام. يعني من كتبوا التراث وسطروه بأيديهم في وقت لم تكن فيه آلة كاتبة هم أفضل منا، وعيب التجرؤ على هؤلاء بهذه الوقاحة، وإن كان فيما كتبوا أشياء لا يقبلها العقل. فمن الوقاحة أن نتجرأ عليهم بهذا الأسلوب وبهذه الفظاظة ونقول كتب التراث دي المفروض تحرق وأنها هي سبب تخلف الأمة. يعني إحنا أصبحنا نتاجر بالدين. الشيخ الشعراوي مثلا لما عزناه في تهدئة الأمور أيام الثورة كنا كل يوم نذيع قول الشيخ الشعراوي عن السائر الحق، وبعد كده أصبحنا نتريق على الشيخ الشعراوي في وسائل الإعلام. والله هذا الخلق يصعب علي أن أجد له توصيف. يا جماعة حرام عليكم، فما تقولون في أحاديثكم ليس من العقل، والتجربة هي المحك. ومن أراد أن يعرف ذلك جيدا يشتغل مدرس، وهو سيعلم أثر هذه الأحاديث على الشباب. وأحكي لكم قصة حقيقية. مرة شاب وهو في مرحلة الشباب سمع إمام على المنبر يروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيما معناه أن زوجة الأخ يحرم أن تبقى مع أخو الزوج في غياب الزوج، فصار وقال أن هذا ليس بحديث. وتلف الأيام ويكبر هذا الشاب ويشتغل محامي،
وإذا به يجد نفسه أمام قضية المتهم فيها الأخ أنه عشيق لزوجة أخيه. ليس هذا فحسب، بل شارك هذه المعشوقة في قتل أخيه. ساعتها هذا الشاب قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق من بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معاكم في أمور كثيرة لا يقبلها العقل في كتب التراث، ولكن هل في حرق هذه الكتب الحل؟ وهل هذه الأمة ستنهض من غفوتها بحرق هذه الكتب؟ ولكن نهوض هذه الأمة من هذه الغفوة لا يأتي إلا بتقديس العمل، والعمل الجاد اللي المفروض احنا نحس الشباب عليه، ولكنكم جعلتم من شباب كسول مهمل وعاق وأقصى ثقافته أن يستمع لأغاني مهرجانات. جعلتم من هؤلاء سفسطائيون جدد يسألون أسئلة عبثية في الدين أشبه ما تكون بالطعام الذي يقدم لأهل النار، لا يسمن ولا يغني من جوع، بل هو يشوي البطون. وأنا أدعوكم جميعا بالفعل أن تستخدموا عقولكم في هذه الأيام، وتخلوا بالكم من أولادكم، وتعلموهم إزاي باستخدام العقل يفرقون بين ما هو حق وما هو باطل. وأكتفي معكم بهذا القدر حتى لا تملوا، وقد يكون بالفعل أصابكم من حديثي ملل، فأنا آسف. وحتى ألقاكم على خير في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.